سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه رائعه للتجاعيد. هذه الوصفه المكونات ديالها موجوده في اي مطبخ. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. انا مجرباها وكتعطي واحد النتيجه رائعه، وكنظن الا جربتوها ما غاديش تفرقوا معايا البنات. ندوزو للطريقه. نبداو البنات بالطريقه. غنديروا بيضه، العفو الصفر ديال البيض، بيضه وحده، معلقه كبيره ديال العسل. يكون حر البنات، العسل خصو يكون حر ضروري. العسل والصفر البيضه هما السر ديال هاد الوصفه. نديروا ما يعادل معلقه كبيره ديال بودره الحليب وشويه كيك د الملحه. نخلطوا الخليط البنات يتجانس مزيان. دوزو لطريقه الاستعمال البنات. غديروا الخليط على وجهكم 10 دقائق. منين دوز 10 دقائق غتعاودوا الخليط على وجهكم، غديروا على الوجه كامل من غير محيط العينين، لان محيط العينين حساسه البنات. هاد ليطاب غتعاودوها 3 الخطرات. غديروا الخليط تسناو 10 دقائق، من بعد ديروا تسناو 10 دقائق، من بعد تعاودوا تسناو 10 دقائق. كتاخذ هاد المرحله نص ساعه. من بعد تغسلي وجهك بالمفاتير وديري الكريم المرطب ديالك، وغتشوفي النتيجه رائعه. خليتكم على خير البنات. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.